طب تعالى نرجع للنقطه اللي اتكلمنا فيها، لان دي نقطه مهمه جدا. اتفضل. وهي نقطه الهجره الغير شرعيه. دلوقتي تنصح بايه الشباب اللي عايزين يسافروا ومفيش قدامهم من وجهه نظرهم حل تاني في كوكب الارض كله الا ان انا اركب المركب دي وانط في نص الميه وهدفع؟ خلي بالك ان بيدفعوا النهارده بتوصل الهجره الغير شرعيه من 30 ل 150 و 200 الف جنيه ده حقيقي في الفرد. ده حقيقي. فعلى النقيض بقى بالنسبه لي ان 200 الف جنيه ولا 150 الف جنيه ده ممكن يساعده ان هو ياخد تاشيره بشكل رسمي. وخلاص طالما انت كده كده هتدخل اسود، يا سيدي سافر سياحه وقنن اوضاعك هناك، بس ما ترميش نفسك في الميه وتحزن اهلك عليك، تروح هناك تتسجن، ترجع مترحل، قرش ياكلك، تموت. خليني اوضح لحضرتك يا استاذ احمد، والله الامور اللي بيفكر يسافر فعلا وهو لازم يكون عارف هو عايز يسافر وسايب هنا ليه. سايب هنا ليه؟ هنفترض ان احنا خلينا نفترض الاسوأ، ما هوش لاقي فرصه عمل، تمام، ففي اعتقاده ان هو عاوز يقول لك ايه، اغير عتبه. خليه يروح يغير عتبه، بس اوعى تغير عتبه بره اطار النواحي النورمال، النواحي الطبيعيه، النواحي القانونيه، النواحي المنافذ الطبيعيه لاي شخص بيفكر يسافر. بالظبط يا باشا اعرف ايه الاجراءات، اروح لشخص مختص، خليني اروح لشركه سياحه مختصه، خليني اروح لمحامي مختص، يمكن يبقى عندهم حل. اكيد عنده حل، اكيد مفيش حد ما عندوش حل. بالظبط. حضرتك بتقول لي والله ايه المستندات اللي طالباها سفاره امريكا، اعرف المستندات. طب ايه المستندات اللي طالباها لو انا عايز اعمل كذا، لو انا عايز اعمل كذا، لو انا عايز اعمل كذا؟ ال 150 دول صدقني هتحوش منهم وهتوفر منهم لو فكرت تسافر طبيعي. انت تعرف الكارثه في ايه؟ اتفضل. ان هو ممكن يستخسر استشاره المحامي المختص. ايوه شوف استشاره المحامي المختص، ده حقيقي. مش هقول لك بقى واحد كده من على النت ولا حاجه، لا ده انت هتروح مكتب محامي مختص، بس هيبقى فيه استشاره، ممكن يستخسر يدفعها بس يروح يدفع 150,000 200,000 ويرمي نفسه في نص البحر. احنا بيجي لنا الاستشارات دي كتير جدا، وتلاقي سبحان الله هو اصلا كل تفكيره وكل الباك ايديا بتاعته كلها غلط فعلا. فتقعد تتكلم معاه تقول له يا ابني لا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، هو كل تفكيره في ايه؟ في اتعاب المحامي. بالظبط يا باشا انت المحامي ده اللي هينهي لك اجراءك من جوه مكتب زواج الاجانب، لو نفترض ان انت بتتجوز، وهينهي لك اجراءك جوه القنصليات او ايا كان من السفاره اللي هيخلصوا لك، والمحامي ده بيتحرك معاك ما بيتعب طبعا، بيتعب، وبعدين بيبقى على كوميونيكيتد لو مراتك بره بيتواصل معاها هاتفيا وبيكلمها، ومش هيقدر يخلص الاجراء الا لما تخلص التوكيل بتاعها من بره. لو نفترض لو هي هتبعت له وكاله علشان نرفع دعوى صحه اثبات الزواج، اثبات الزواج لو هنرفعها، الموضوع ليه توابع كتير وليه امور كتير. احنا بنحاول نفرد الموضوع او بنعرضه بشكل كامل لكن صدقني لو قعدنا نتكلم عليه من هنا لبكره الموضوع مش هيخلص.